الوقت نعمة، وإن إعطاء الفرص للإنسان ليعيد صلته بالله سبحانه وتعالى ويجدد إيمانه بالله تعالى خالقه، هذه كلها أمور تعد من النعم التي تستحق من الإنسان المسلم الشكر لله عز وجل. أمنية يتمناها المفرطون والمقصرون أن يعودوا إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم وليحصلوا ما ضيعوا من أعمارهم. إياك أن تضيع وقتك فيما لا يفيد، فلنحرص على استثمار أوقاتنا والانتفاع بها قبل أن يأتي يوم يقول فيه العبد المقصر والمفرط: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.